ازيكم؟ تعالوا النهاردة أعرفكم على كنز ممكن تستفادوا بيه في الأجازة. والنصيحة أخوية، لازم في فترة الأجازة تبتدي تطوروا من نفسكم وتتعلموا حاجات جديدة عشان تقدروا تواكبوا العصر اللي احنا فيه. الموقع اللي جابه لكم النهاردة عبارة عن كنز حرفيا هيساعدكم انكم تتعلموا حاجات جديدة، وكمان في الآخر هتاخدوا شهادة ممكن تضيفوها في السي في بتاعكم. يلا بينا ندخل على الموقع ونتعرف أكتر ازاي احنا ناخد الكورس ده. يلا بينا نبدأ ونشوف الشرح بتاعنا. هبعت لكم اللينك اللي هندخل فيه على الموقع. هتلاقوا اللينك أسفل الفيديو أو هتلاقوه في الكومنتات إن شاء الله. الموقع سهل جدا خالص. أول ما نخش عليه هنضغط هنا، بعدين نضغط على Free Online Courses. هنلاحظ إن الكورس فيه كذا ليفل كلهم مجانيا زي ما شايفين. يعني مثلا عندنا جيميل انترو، مقدمة عن الجيميل، جوجل درايف، جوجل دوكس، وعندنا جوجل كالندر وجوجل سلايد، جوجل شيت، وعندنا جوجل ادمن، وعندنا جوجل ميت وجوجل كلاس روم وجوجل سايتس. وعلى فكرة كلهم دول هيساعدوكم ازاي تبقوا محترفين اونلاين او تبقوا معلم اونلاين، زي جوجل ميت وجوجل كلاس روم وجوجل سايتس. التلاتة دول بنصحكم بيهم تاخدوهم كويس. وجوجل سلايدز برضو مهم جدا عشان تقدروا تعملوا باوربوينت احترافي. ده كله هيساعدكم انكم تبقوا مدرسين محترفين. طب انا ازاي ادخل في الموقع؟ اول حاجه ادخل لازم اسجل. هدخل ادوس على ساين ان، بعدين هعمل كرييت نيو اكونت. هبتدي اكتب اسمي هنا وبقيه الاسم هنا. هبتدي اكتب الايميل والباسورد. هبتدي اكتب اسم المدرسه، بعدين هبتدي اكتب الرول بتاعي، يعني مثلا تيتشر هكذا. بعدين اكتب ادور على ايجيبت او البلد اللي انتم منيها. بعدين اكتب العنوان. مش لازم تكتبوا العنوان الافتراضي، اي عنوان عندكم. انا عشان قبل كده سجلت هدخل على طول. هنضغط هنا تاني Free Online Courses. انا دخلت الكورس بتاع جيميل انترو. هتلاقوا عبارة عن فيديوهات بتشرح. بعدين بيبقى فيه اسئلة. لو غلطتوا في الاسئلة بيديلكم فرصة تاني تعيدوا الاسئلة لغاية لما تخلصوا الكورس خالص. وبعد ما تخلصوا بيديلكم الشهادة، وممكن ننزل الشهادة في اي وقت. نضغط هنا عليها تمام، وبتتفتح معانا الشهادة. انا خلصت اول كورس معايا وخدت شهادة مجانية. لو قدرت اخلص كل الكورسات هيبقى معايا شهادات كتير خالص. هيبقى معايا شهادات ان انا اقدر ادي اونلاين، وانا بنصحكم بيه جدا ومفيد جدا. ويا رب اكون انا وفيت كل حاجه في الفيديو. لو في اي حاجه او اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، ومع السلامه.